بحراي. لا، ما هفهم حضرتك. اصل انا كنت طالب سمكه بوري كبيره، فالسمكه البوري كانت واكله جمبري، فلقيت فيها الجمبري ده. الراجل معذور، هيعمل ايه؟ يعني هيمنع السمك من اكل الجمبري؟ مش ممكن يعني. وبعدين ده راجل متدين. معرفي أني جفر هزهرتي أتخا هربي بعمين في زوتي هبا عم أحرنا شأني مدبر إنخا بابا عم هبقى إنقاطني جتخا سعاديم لو تعمين ما عسيت يتخا أدون يتسحاق لو يتسحاق بو أني همين هل قال تشكح ما عسيتي ركبة حداش هزي نعدر تامها فداش شفعا يمين افشار لدعت لما هيتي خلي أنا عارف إنك مريض وعارف كمان مرضك شو هو بالضبط القمار يا رافي، ما هيك؟ أنت ما بتعرف إنه القمار ممنوع منعا باتا في إسرائيل؟ أنا ما بلعبش هنا. أي حاجة تانية ما حدش له عندي أي حاجة خالص. أنا عارف أنت بتلعب فين؟ هناك في البحر، في المراكب اللي في البحر خارج حدود إسرائيل. عارف يا رافي لو الشباب أخذ علم بأنه المسؤول عن أمن أكبر بنك في إسرائيل بيلعب قمار ومدمن عليه، شو ممكن يكون موقفه معك؟ تسمع أدوني تسخاق، أنا مش هستحمل منك إهانة بعد كده خالص. أنا هستقيل، هسيب لك البنك واسيب لك إسرائيل كلها. هيك؟ بالبساطة هاي؟ أنت ناسي يا رافي إنك ساحب قرض من البنك لسه ما سددته؟ وعمرك ما حتعرف تسدده وأنت مبتلي بهذا المرض. مشكلتك يا رافي أنت ويهود أوروبا الإشكنازيم إنكم مفكرين أنفسكم مفضلين على هذا البلد بكونكم مواطنين فيه، وأنتم مجرد هياكل ما لكم قيمة. إحنا اللي شلنا البلد هاي. مخصوم منك 15 يوم وهذا آخر إنذار. تفضل. زيداي نيم أصلي. زيداي رافي، ايه في ايه؟ أنا مش قادر مسيو ناجي، أنا خطأ، ما بقيتش قادر خلاص. مالك يا رافي؟ نيم أصلي، نيم أصلي. ايه؟ أنا أتهان من الحكير ده؟ أنا مسيو ناجي ده أهله ما كانوش لاقيين ياكلوا. يجي اليوم اللي واحد زي ده يوقفني قدامه وينزل فيا تحقير وإهانات. السفردي الواطي. أنا بقيتش أستحمل يا مسيو ناجي، مش قادر، أنا كرهت حياتي ونفسي فعلا أموت. ما تعملش في نفسك كده يا رافي. ايه يا ابن عمي؟ وده جديد عليهم؟ ما انت عارفهم، ده يهودي شرقي وانت راجل متحضر جاي من اوروبا، عاملين لهم عقده نقص. والصاحب بقى لما ركب وبقى مدير البنك بيطلع عقده كلها عليك. ده عايز يبلغ عني الأمن العام يا مسيو ناجي، الشباك. اعلى ما في خيلي واركبه. انت الراجل اللي كنت قاعد معاه في القهوه ده اللي مش شباك، مش قريب مراتك؟ خلاص يبقى الحكايه ببيتها. ما هو أنا لا مستريح لا في بيتي ولا في شغلي يا مسيو ناجي. روق
روق انت بس روق. مستنيك بالليل. شالوم. انا جاي في ميعادي بالظبط الساعه 4 ل 5. اهلا اهلا مستر ناجي. انت دايما هيك تيجي في اخر ثانيه. ما هو اليوم لما يعدي الفايده بتاعت المبلغ بتنزل في الحساب على طول. هذه فايده كلش بسيطه مستر ناجي، ما تستاهل. لا انا كده ازعل منك. ما فيش حد اسرائيلي يقول كده. هو المبلغ ده في اليومين اللي فاتوا يعمل فايده قد ايه؟ 235 شيكل، شغله فاضيه. حلوين. مالهم؟ اهو تمن فنجان قهوه. مستر ناجي، انت متاكد اني في اصول العيله مالتك ماكو عرق يهودي؟ اتها كيسف شل مره قيعة الله. تشرب قهوه مستر ناجي؟ بص بقى، لو هتخصمها بالحساب بلاش، انما لو من حسابك انت مقبوله. طعمايم كافيه. لا خلينا انا زياده، معلش خليها عليك المره دي. طعم هربي سكر. وانا بره لقيت رافي كده في مود وحش وعمال بيشتم. هو اتخانق مع حد؟ هو اتكلم معاك؟ لا هو دريان بيقول ايه؟ اصله عمال يقول السفردي الواطي كلام زباله كده يعني. الحقيقه كان بيشتم. هو اتخانق مع حد؟ لا هم كلهم هيك منفوخين على الفاضي. اه الاشكناز. انت هتقول لي ما انا معاشرهم. عليهم نار يا اخي تفقع المراره. لو ايه فاهمين اللي هم يا ما هنا يا ما هناك والباقيين ولاد البطه السوداء. مش عارف انا الحكايه. مستر ناجي القهوه بيها شاي؟ لا هو بس البن قليل شويه بس كويس عشان الضغط. مو عجبتك؟ لا هو بس السكر قليل بس كويس عشان السكر. احسن بكتير. هو في الحقيقه مفيش قهوه خالص، مفيش غير شفطه واحده بس كويس عشان تصلب الشرايين. مستر